بصوا بقى من الاخر، انا قررت اعمل تحدي جديد، هتحدى نفسي المره دي مش حد تاني. قررت اقطع ورق صغير مكتوب عليه اسماء الالوان واللون اللي هيطلع لي، طبعا بختار عشوائي. هرسم بيه صفحه كامله من السكتش بوك بتاعي بس باللون الازرق. جمعت كل الخامات اللي عندي اللي هي لونها ازرق، ويلا بينا بقى نرسم رسم. جبت الوان خشب والوان فلوماستر او ماركرز، وجبت اويل باستيل، وكمان اكريليك من ارت مينيا، وجواش من نيتشي. اول حاجه استخدمت الالوان الخشب عشان ارسم بيها نص وش كده بنت، معرفش هي، بصوا هتلاقوا الافكار عشوائيه شويه بس بجد بجد هتطلع حلوه قوي في الاخر. كنت خايفه قوي وانا برسم علشان انتوا عارفين انا بغلط كتير والالوان مش بتتمسح بسهوله، بس الحمد لله ما مسحتش منهم حاجه. قررت اعمل نجوم كده جنبها، وبعد كده لون بقى ورا النجوم الخلفيه لبني فاتح. طلعت حلوه قوي، قولوا لي رايكم برضو يعني. الحتت بقى الفاضيه اللي جنبها عملت فيها خطوط كده ازرق فاتح على ازرق غامق. وهنا بقى قررت ان انا ارسم ايد. تقولوا لي انا قررت ارسم ايد ليه وانا ما بعرفش ارسمها؟ اقول لكم ما اعرفش، بس عملت خطه حلوه قوي عشان اداري على المنظر اللي انا عملته ده في الاخر. رسمت ايد كده بالشكل ده، وطبعا طلع شكلها معكوك شويه. فقلت بقى اعمل ايه، اعمل كأن طالع من الايد دي نور، بس طبعا هيكون باللون الازرق. انتوا عارفين نرسم كل حاجه باللون الازرق النهارده. فبدات احددها الاول بماركر لونه ازرق كده يكون رفيع، وبعد ما حددتها كلها بدات ان انا اعمل لها خلفيه لونها ازرق غامق برضو بالماركرز. وبجد عجبتني قوي، حسيت ان هي عامله زي الستيكر كده. جيت بقى الضوء اللي في النص ده او النجمه اللي في النص، معرفش يعني هي ايه، خليتها بالوان الخشب، درجتها كده من الغامق للفاتح. بعدين حسيت ان طالما ازرق يبقى اكيد هنعمل بلو بيري، صح اكيد لازم يعني. فاستخدمت هنا الوان الاويل باستيل، وانا بجد بحبهم قوي، بحب الاويل باستيل قوي، معرفش ليه، بحسهم الوان طيبين قوي كده وغلبانين وما مالهمش، ما بيعملوش مشاكل مع حد. قلت بقى نرسم سمكة بألوان الجواش والأكريليك مع بعض، ما تسألونيش ازاي، وحسيت ان كل حاجة ليها خلفية، فيلا نعمل خلفية للسمكة هي كمان، يعني اشمعنى هي يعني. فعملتها نفس خلفية الإيد بس، وقعدت بقى في الحتة الفاضية أعمل نجوم بالألوان الأويل باستيل. قولوا لي رأيكم، واللون الجاي بقى يا ترى هيبقى ايه؟